السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد. اليوم إن شاء الله راح نتعرفوا على الدالة الخطية والدالة التآلفية. أولا الدالة الخطية. الدالة الخطية هي كل دالة تكتب على الشكل f ل x تساوي a في x، يعني a يكون عدد ثابت و x هو العدد المتغير، وتمثيلها البياني عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ. التمثيل البياني تاع الدالة الخطية دائما يمر من المبدأ واللي هو الصفر، ويكون خط مستقيم. علاه يمر من الصفر؟ لأنه كل ما نحسب f للصفر نلقاوها تساوي صفر، لأنه هنا f لx تعطينا ax a في x. الآن لو كان نعوض الx هذا بالصفر، f لصفر تعطينا الأ في صفر، تعطينا الأ في صفر، وأي عدد في صفر يعطينا صفر. إذا الإحداثيات الأولى هي صفر صفر، لذلك دائما تمر من المبدأ. الآن عندنا هنا مثال على الدالة الخطية. قلنا بلي ثمن مشاهدة مباراة كرة القدم هو 500 دينار. 500 دينار باش تشاهد مباراة لكرة القدم. إذا الأف لإكس واش تساوي؟ تساوي 500 في إكس، يعني إذا شاهدت أنت مباراة واحدة دير 500 في واحد طيح لك 500. مثلا شاهدت زوج مباريات راح تدفع 1000. الآن 500 هذه راهي ثابت، كل مباراة تسلك 500، ولكن الشيء المتغير اللي هو إكس. الشيء المتغير هنا هو إكس. هذا شحال المباراة راح تتفرج، شحال المباراة راح تشاهد. الآن نديروا واحد الجدول. هنا عندنا إكس أف لإكس، عندنا هنا إكس وأف لإكس. هنا لما ما نشاهدش مباراة، ما نشاهد حتى مباراة، إذا ما ندفع والو. أف لصفر تعطينا 500 في صفر لتساوي لنا صفر. لو كان نشاهد زوج مباريات نديروا أف لاثنين، هنا الإكس تاعها هو 2، زوج مباريات 500 في 2 هي تعطينا 1000، ندفعوا 1000 دينار. إذا شاهدنا 3 مباريات، شاهدنا 3 مباريات نديروا أف لثلاثة تساوي 500 في 3 تعطينا 1500. يعني هذو هما المتغيرات، 500 دينار لكل مباراة، وعندنا هنا شحال مباراة راح تشاهد، شحال مباراة راح تتفرج. والتمثيل البياني تاعها يكون بهذا الشكل. عندنا هذا الجدول، هذا الجدول اللي حسبناه بهذه الطريقة. الآن الجدول تاعنا عندنا صفر صفر اللي هي إحداثيات المبدأ، لأن هذا دالة خطية تبدأ من المبدأ. عندنا لما نتفرجوا زوج مباريات راح ندفعوا 1000، زوج مباريات ندفعوا 1000 دينار. لما نتفرجوا 3 مباريات ندفعوا 1500 دينار. وبهذا الشكل نرسموا يعني التمثيل البياني للدالة الخطية. الآن عندنا الدالة التآلفية. الدالة التآلفية هي كل دالة تكتب على الشكل ج لإكس تساوي AX زائد B، AX زائد B، وتمثيلها البياني عبارة عن خط مستقيم لا يمر بالمبدأ. ج لإكس كما الأف لإكس عندها AX ولكن زائد B، زائد B. الآن لو كان نعوضوا ج لإكس هذه بالصفر، هذه جي ماهيش، لو كان نعوض جي لصفر، جي لصفر واش تعطينا؟ أ في صفر زايد بي، اللي تعطينا في النتيجة بي. دائما التمثيل البياني تاع الدالة التآلفية ينطلق من البي. علاه ينطلق من البي؟ لأنه جي لصفر دائما تعطينا النتيجة هي بي. لو كان نعوض بالصفر نديروا أ في صفر زائد بي، الآن النتيجة هي بي. إذا الإحداثيات تاعها الأولى وشنو هي؟ إحداثيات صفر بي، إحداثيات صفر بي. طيح لنا في هذه النقطة. دائما يبدأ التمثيل البياني تاعها من النقطة بي وليس من المبدأ، لا يمر بالمبدأ. الآن عندنا هذا المثال. قلنا بلي ثمن مشاهدة مباراة كرة القدم هو 350 دينار. كل مباراة كرة القدم راح تدفع 350 دينار مع اشتراك سنوي قدره 3000 دينار. قال لك وكل عام تدفع 3000 دينار. 3000 دينار هذه تدفعها وحدها، وزائد كل مباراة تتفرجها
راح تدفع 350 دينار فقط، مش كما العرض الأول في الدالة الخطية قال لك تدفع 500 دينار للمباراة، ولكن هنا راه دار تخفيض للسعر، تدفع 350 دينار للمباراة الواحدة، ولكن مع اشتراك سنوي تدفع فيه 3000 دينار. إذا الدالة جيلي إكس واش هي؟ 350 في إكس زائد 3000 هذه توجور تدفعها كل شهر، ومن بعد عندك كل مباراة تسلك عليها 350. إذا تفرجت مباراة واحدة 350 في 1 زائد 3000. إذا تفرجت زوج مباريات ديال 350 في 2 زائد 3000 إلى غير ذلك. الآن درنا هذا الجدول، هنا عندنا إكس، هنا عندنا جيلي إكس. كيما نتفرجوا حتى مباراة، ما نتفرجوش مباريات، شحال ندفعوا؟ نديروا 350 في 0 زائد 3000، النتيجة تعطينا 3000. كيما نتفرجوش والو راح ندفعوا الاشتراك السنوي اللي هو 3000. كي نتفرجوا زوج مباريات راح ندفعوا 350 في 2 زائد 3000 اللي تعطينا 3700. وكي نتفرجوا ربع مباريات راح نديروا 350 في 4 زائد 3000 اللي تعطينا 440 أو 4400 دينار. ورانا درناهم في هذا الجدول التوضيحي. الآن نجيو باش نرسموا التمثيل البياني تاعنا. عندنا الصفر مع 3000، ها الصفر الإحداثيات صفر مع 3000 بدلنا منها، وعندنا أيضا 2 مع 3700، 2 مع 3700، وعندنا أيضا 4 مع 4400. هنا راني غلط، هنا ندير 4 مع 4400 دينار. وبهذا الشكل نكون رسمنا التمثيل البياني تاع الدالة التآلفية. والبداية تاعها دائما ما تكونش من المبدأ، تكون من البي تاعنا هنا اللي هو هذا اللي هو 3000 دينار جزائري. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وانتظرونا إن شاء الله في دروس قادمة، وشكرا جزيلا.